السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. النهاردة معايا موضوع جديد من سلسلة تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي. والنهاردة انا جايب لك ازاي نلون الصور القديمة بالذكاء الاصطناعي. مين فينا ما عندوش صور لباباه زمان بالابيض والاسود؟ مين فينا ما عندوش صور لقرايبه وللافراح القديمة ابتدت ان هي تتصور بالابيض والاسود؟ والمميز في الموقع اللي انا جايبه لك ان هو هيلون الصور بالالوان الاصلية بتاعة الصورة، يعني مش هيبتدي ان هو يعملها لك بطريقة مش هتعجبك، وكمان في خيارات كتير. من غير ما اطول عليك، كل اللي انت هتعمله انك هتفتح اي متصفح عندك وهتبتدي تكتب باليت.fm وهتدخل على الموقع، وبشكل بسيط جدا هتبتدي تعمل تحميل للصورة بتاعتك. سيبه اقل من نص دقيقة بحيث ان هو يحمل مع نفسه وهيبتدي يلون لك الصورة. لو عجبتك تبتدي انك انت تحملها بالشكل طبيعي جدا، ولو ما عجبتكش فهو بيوفر لك خيارات كتيرة، خصوصا لو الصورة بتاعتك كانت مثلا متصورينها بره البيت، ففي مثلا فلتر اسمه اوت دور، في مثلا فلاتر كتيرة تقدر انك انت تعملها بمجرد انك انت بتدوس عليه وبتسيبه يحمل في اقل من نص دقيقة وهو بيعمل لك الصورة زي ما هي. وبس كده، ده كان موضوع بسيط معانا النهارده من تطور الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور. في السلسله دي زي ما قلت لك ان انا هعدل لك على الصور بالذكاء الاصطناعي بحيث انك انت تعرف الموضوع وتفهم كل الابعاد بتاعته. فياريت بقى لو انت كنت استفدت ما تنساش اللايك والمتابعه سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. وانا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.